أهلا بكم في هذه الحلقة التي سوف نتحدث فيها عن كيفية شراء منزل في ألمانيا. بعد هذه الحلقة سأقوم بسلسلة، كل مرة أختار مدينة في ألمانيا ونقوم بزيارة إلكترونيا بعض المنازل ونشوف كل مدينة وكيفية الشراء والأمور الخاصة بكل منزل، الأعمال، كيفية اختيار المنزل. وهذه الفكرة أظن أنها جميلة وأعجبت الناس كثيرا في الحلقات التي قمت فيها حول شراء منازل في إسبانيا، وسأقوم بها في ألمانيا أيضا. اليوم كما قلت، كيف تشتري منزل في ألمانيا؟ أول شيء يجب معرفته هو أنه يمكنك شراء منزل سواء كنت ساكن أو قاطن في ألمانيا أو غير قاطن، أو أنك ألماني الجنسية أو غير ألماني الجنسية. وممكن تشتري أرض، باركينج بلاتس، أو منزل. طبعا أول شيء يجب القيام به، أول شيء مثلا ستكون على الإنترنت أو ستكون في الشارع وسيعجبك منزل. مثلا أنا أعجبني هذا المنزل في قرب بوخم، شفت أنا الثمن لا بأس به، 49 ألف أورو، في نوردراين فيستفالن قرب بوخم، ثمن لا بأس به جيد جدا. بعد ذلك ماذا يجب علي فعله؟ ما يجب علي فعله هو أن أتواصل مع البائع، أقول له أنا أعجبني المنزل وأريد زيارة هذا المنزل. هنا طبعا البائع هي أجونس أو وسيط بينك وبين البائع، تتواصل معهم، تقوم بزيارة المنزل. إذا أعجبك فستطلب أن يقوموا بكتابة ما يسمى بالغزيرفيرونغ شخايبن. غزيرفيرونغ أو هي عبارة عن وثيقة بسيطة، تقوم فيها بالتعهد أنت والبائع أن البائع سيحجز المنزل لك لمدة معينة ولا يبيعه لشخص آخر. وسأشرح فيما بعد لماذا هذه الوثيقة مهمة وستساعد. أعطاك هذا الغيزيرفيرونغ شخايبن وعداك أعطاك معلومات حول المنزل. ستذهب للبنك. البنك أولا، بالنسبة للمعلومة أيضا، في ألمانيا هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي يمكنك فيها شراء منزل بالكاش، بالأموال بدون المرور عبر البنك. نفترض في هذه الحالة أنك لديك تريد اقتراض مبلغ ما، ولديك مبلغ في البنك وتريد شراء هذا المنزل. ستذهب عند البنك بملف المنزل الذي تريد شراءه، المساحة، الموقع، ثمن الشراء وجميع المعلومات حول المنزل. ثم سيتأكد الشخص الذي المستخدم في البنك من مواردك المالية، سواء كنت قاطنا في ألمانيا أو في دولة أوروبية أخرى. غالبا إن كنت تشتغل ولديك بعض المال في الكونتو سيعطيك القرض. مثلا تربح 1600 أورو أو 1700 أورو شهريا ولديك 15,000 أورو أو 20,000 أورو في رصيدك البنكي، فهذا كافي جدا أنه يعطيك القرض، خاصة إذا كان ثمن البيع ليس كبيرا جدا. وفي حال وافق سيعطيك شيء اسمه جروند بوخ فورمولار، وهو عبارة عن فورمولار تقبل فيه البنك بتمويل شراء المنزل. وبهذه الوثيقة ضرورية جدا ستذهب مع البائع عند النوتاغ أو كاتب العدل أو الموثق، وعند النوتاغ ستوقع مع البائع عقد الشراء. معلومة أيضا مهمة، في ألمانيا يمكنك شراء منزل فقط عبر النوتاغ وليس مع البائع مباشرة. فإذا اشتريت منزل في ألمانيا من البائع مباشرة دون المرور عبر النوتاغ يعتبر العقد ملغي وغير قانوني. أيضا نقطة مهمة أخرى، وهي أنه قبل أخذ موعد مع النوتاغ يجب أن تكون قد تأكدت من حصولك على التمويل وعلى المنزل. وهنا تأتي أهمية الغزيرفيرونغ شخايبن التي ذكرت في البداية، لأن بفضلها لن يبيع. مثلا يمكن للبائع أن يقول لك تأخرت لمدة أسبوعين فبعتها لشخص آخر، فهذه الرسالة تجبره على عدم بيع المنزل، وإلا سيضطر لدفع مبلغ لك، ممكن 1000 أورو أو 2000 أورو. هذا بالنسبة للنوتار، لأنه لو أخذت مثلا وتم إلغاء الموعد مع النوتار من طرفك بسبب أنك لم تحصل على قرض البنك أو أن البائع تراجع، فأنت مجبر قانونيا على دفع مصاريف النوتار التي قد تكلف 1000 أورو أو 2000 أورو، حتى لو لم تشتري المنزل. نمر الآن للملخص ما قلته لحد الآن. أولا قلت البنك ليس إجباري في ألمانيا لشراء منزل، يمكنك أن تدفع كاش. ثاني شيء، لا يجب أن تكون ألمانيا أو حتى قاطن في ألمانيا لكي تشتري منزل في ألمانيا. ثالثا، النوتار ضروري في عملية الشراء كوسيط بينك وبين البائع. الآن نمر لثمن الشراء أو ما يسمى بالكاوف برايس. هناك ثمن شراء المنزل أو المبلغ الذي سيحصل عليه البائع. مثلا هنا في هذا المنزل الذي اخترته
ثمن البيع هو 49,000 أورو. لكن هناك تكاليف الشراء أو النيبن كوستن. النيبن كوستن والتي سأشرحها لكم في دقيقة واحدة تقريبا هي سهلة جدا. هناك أولا ضريبة الجروند فيربشتوير والتي يعني تختلف، أو ضريبة الشراء، يعني لما تشتري منزل تدفع ضريبة شراء اسمها جروند فيربشتوير والتي تختلف نسبتها حسب البونديس أو الجهة. يعني مثلا في نورد راين فيستفالن كما في هذا المنزل اللي قرب بوخم هي 6.5%، في البادن فوتنبرغ مثلا 5%، في البايرن 3.5% فقط. وهذه الضريبة يتم احتسابها على ثمن الشراء. يعني لو كان ثمن المنزل 100,000 أورو فستدفع في النورد راين فيستفالن 6,500 أورو ك جروند فيرب شتوير أو ضريبة الشراء. ثاني شيء يجب دفعه هي ضريبة تسجيل العقار أو ما يسمى بالجروند بوخ اينتراغ أو اينتراغونكس كوستن. هنا مثلا لقبوها بجروند بوخ اينتراغ أو تسجيل العقار، وفي النورد راين فيستفالن هي 0.5%، في بادن فوتنبرغ 2%. طبعا بعد توقيع العقد ستتوصل برسالة من الفينانس أمس تخبرك أنه يجب عليك دفع الجروند فيرب شتوير الأولى وأيضا الجروند بوخ اينتراغ. ستتوصل برسالة بعد بضعة أسابيع من شرائك للمنزل. ثالث يجب دفعه هو تكاليف الموثق أو ما يسمى بالنوتار كوستن. يعني وهي مثلا هنا في هذا المنزل هي 735 أورو ونسبتها 1.50% من مبلغ من ثمن البيع. وهذه النوتار كوستن مثلا في البادن فوتنبرغ أو نوردرن فيستفالن هي 1.5. ثم أخيرا هناك شيء يعني غير متوجب قانونيا دائما لكن غالبا يحدث، وهو تكاليف الوسيط أو السمسار أو ما يسمى بالماكلر بروفيزيون. هي مكتوبة هنا أيضا. هنا مثلا في النورد فيستفالن 4.46%، وهي عامة تتراوح بين 4 و5% في ألمانيا. يعني ومثلا إن اشتريت منزل ب 800,000 أورو فستدفع مثلا 4,460 أورو مثلا في النورد راين فيستفالن للوسيط أو السمسار. هذا بالنسبة لمبلغ البيع. تحدثت أيضا عن كيفية شراء يعني المنزل. إن كان لديكم أسئلة مخصصة في الموضوع يمكنكم أن تطرحوها علي، والحلقات القادمة ستكون زيارات للمنازل وستكون حلقات جميلة جدا. فإلى الحلقة القادمة وشكرا لكم.